هل صغر النفس في حد ذاته خطية؟ صغر النفس ممكن يخليني أعمل خطايا، لأنه ممكن يخليني ببساطة ما أعملش مشيئة الله وأعمل مشيئة نفسي، زي ما شفنا الصراع مع موسى. أنا رب مش هخدم، طب أنت تنفع في الخدمة بس أنا شايف إن أنا ما ينفعش. طب دي خطية ولا مش خطية لما أعمل عكس كلام الله وأعمل مشيئة مش بتاعة الله؟ طب ما دي بقت خطية هنا. فحتى في تحليل الكهنة لما بنصلي التحليل عن الخطايا اللي فعلناها بمعرفة أو بغير معرفة، إن كان بالقول أو بالفكر أو بالفعل أو بصغر النفس، يعني في خطايا بنعملها سببها صغر نفس، فما نعملش مشيئة الله لأن أنا مش واثق إن ربنا يساعدني، لأن أنا إمكانياتي ضعيفة. كمان عندي معتقد وربنا يشتغل بواحد زي أنا، ده معتقدي. لكن ربنا بيقول إيه؟ يشتغل بكل حد، يدي اللي عنده وزنتين واللي عنده 3 واللي عنده 5، اللي عنده مواهب كتير ومواهب قليلة، كله يشتغل مع الله، بيدي الدينار لكل واحد. حتى اللي قاعد في السوق لآخر اليوم وصابر إن محدش يستأجره ويشتغل ساعة واحدة، ربنا اداله الدينار. ففكر ربنا غير فكرنا، تواضع غير صغر النفس. تواضع بأقر بالإمكانيات المهولة اللي ربنا أودعها في الإنسان عموما، وأنا كإنسان عندي هذه الإمكانيات الممنوحة، بس دي بتاعت مين؟ بقر مش بتاعتي، مش أنا اللي عملتها، مش أنا اللي خلقت مواهبي، الله هو اللي خلقني، أنا معمول عشانه. كان في متسابق بيجري بسرعة كبيرة وهو بيجري بيسابق في المنافسات الرياضية، كان بيقول ربنا خلقني وهو كمان خلقني سريع. لو أنا ما حققتش السرعات وأنا ما اتدربتش كويس، أنا ما عملتش مشيئة الله في حياتي. لو أنا ما بذلتش أقصى طاقتي، أنا ما عملتش الموهبة اللي أنا مخلوق عليها. فلأجل أن الله خلقني سريع، أنا لازم أتدرب ولازم أجري. أنا بعمل مشيئة الله، مش بس الموهبة اللي عندي دي مش بتاعتي، أنا بعترف إنها بتاعت الله وأنا بعملها لأجل الله. فالإنسان المتضع هو إنسان قادر إنه يكتشف قوته، قادر على التمسك بالحق، قادر على النضال. شفنا شخصيات شديدي القداسة والتواضع ولكن شديد القوة والحزم، يوحنا المعمدان وجسارته وجرأته، البابا أثناسيوس الرسولي اللي واجه العالم كله وتمسك بالعقيدة السليمة وحارب العالم كله. طب عنده تواضع ولا ما عندوش؟ عارف قدراته ولا مش عارف؟ واثق في نفسه ولا مش واثق؟ الإنسان المتضع هو أكثر إنسان ثقة في نفسه، بيقول دي ضعفاتي ودي قوة الله، بحط ضعفاتي في ايد الله والله بيشتغل. لما يبقى عندك موهبه مش بتاعتي، دي ممنوحه ليه من الروح القدس، دي لاجل تمجيد الله. قديس بولس الرسول ان كنت قد اخذت فلماذا تفتخر كانك لم تاخذ؟ خدت موهبه، طب ما تعترف وقول انا خدت، دي بتاعت ربنا، انا بعترف بالموهبه مش بتاعتي. فالمتضع عارف ان عنده موهبه، عارف ان عنده قدرات، عارف يستخدمها، عارف يفعلها، عارف يواجه، عارف يقول لا، عارف يحط قرار، عارف يسائل ويحاسب ويحاكم الاخطاء، عارف يحط حدود ويوقف الغلط. متضع ولا مش متضع؟ لا متضع جدا. لكن يقول لك انا ما اقدرش من منطلق صوره مشوهه، مش ده التواضع. الشعور بالعجز واليأس مش ده التواضع. التواضع ممتلئ رجاء، ممتلئ حافزيه، ممتلئ حماس، ممتلئ قدرات، ممتلئ شجاعه ايضا. تواضع شجاع. لكن صغر النفس خايف وجبان ومستخبي وبيهرب.